كل فرصة استثمار قدامها مخاطرة، وطبعا كل ما المبلغ بيزيد المخاطرة بتزيد. فلازم قبل ما تستثمر في اي حاجة يكون عندك خطة لمواجهة المخاطر، وده بيكون عن طريق انك تدرس مخاطر الاستثمار ده كويس، او انك تستعين بمستشار مالي يدرسها لك، وممكن بعدها تقرر انك تستثمر بمبلغ اقل عشان ما تتحملش المخاطرة الكبيرة دي. تاني خطوة، نوع استثماراتك. ما تحطش فلوسك كلها في حاجة واحدة، كل سوق ليه الاضرار بتاعته وليه المنافع بتاعته. تالت خطوة بقى، ركز مع تغيرات السوق وواكب الاحداث. مثلا في خبراء ماليين بيرشحوا الاستثمار في الذهب دلوقتي بصفته استثمار آمن، عشان العالم دلوقتي مش مستقر سياسيا وفي ازمات وصراعات في كل مكان. رابع خطوة بقى، خلي استثمارك طويل المدى عشان دايما تقلل احساسك بالخسائر القريبة وتحقق عائد كبير. اخر حاجة، الاستثمار تجربة علمية وعملية. لو عايز تجرب بس ما عندكش خبرة في الاستثمار، عندك ابلكيشن زي بكرة بيستثمر لك فلوسك في ذهب او عقارات عشان يضمن لك حماية من المخاطر ويجيب لك اكبر عائد ممكن بدون مخاطرة. في نفس الوقت هو من نوع الاسيت باكد سكيورتي، او الاستثمار في اوراق ماليه مدعومه بالاصول، بتخلي معاك سيوله تستثمرها في الوقت اللي انت عايزه. تفتح مشروع، تشتري حاجه نفسك فيها، او تعمل حساب معاش. كده كده بتعمل ساين اب وبعدين تحدد اهدافك من الاستثمار، وتشوف استثماراتك وهي بتكبر وبتحقق لك دخل سلبي زي ما شرحت لك من كام فيديو. ومين عارف، ممكن تبقى مليونير في يوم من الايام. كده انت بقيت جاهز تستثمر وبقيت قادر تتعامل مع مخاطر الاستثمار، عشان